سعادتك انا اكتر حاجه بصراحه من الحاجات اللي اثرت فينا قوي. واحنا حضرتك طبعا في موقع سيادتك على الانترنت حاليا اللي هو www.الخميسي.com. هذا الموقع مرحله العمل يعني بس التجريبي، ولكن حضرتك ليك صفحات برضه على الفيسبوك. اجمل حاجه بصراحه اثرت فينا قوي الرسائل اللي بعتها الاهل البلد في خارج البلد. بيقول دايما ان احنا بندعو اهل البلد كلهم ان هم يتكاتفوا من خلف سياده اللواء احمد الخميسي، وان احنا قلوبنا كلنا معاه، ونتمنى ان احنا نكون في البلد لحظه هذه المعركه الانتخابيه. حضرتك تقول لهم ايه وهم في خارج مصر، خاصه ان هذه الحوارات ايضا بتبث على الانترنت؟ يعني طبعا الفيديوهات دي والكليبات دي انا شفتها، اثرت بها تاثر عميق جدا جدا، تاثر عميق حقيقي. وطبعا هو الانسان في الغربه بيبقى اكثر ارتباط ببلده من انه هو بيبقى موجود فيها، وبيبقى اكثر درايه باخبارها واحاديثها وتفاصيلها، التفاصيل العميقه والتفاصيل البسيطه، وهو في الخارج لانه بيبقى متعلق بالبلد فبيهتم بكل شيء يخص بلده. فطبعا هم احاسيسهم ومشاعرهم صادقه صدق كامل، والكلام اللي اتقال من الناس دي او الناس اللي عملت الشغل ده، الاستاذ محمد مصطفى نعمة الله والاستاذ هشام المليجي والاستاذ محمد سماح، كل الناس دي يعني انا بيطوقوني بديون ورغبه قويه صادقه ان انا مزيد من العمل ومزيد من الجهد ومزيد من التعب ان احنا نقدر نحقق للناس دي امل في مستقبل افضل باذن الله ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. ودول بيطوقوني بجميل انا مش يعني مهما عملت مش هقدر اوفيه للناس دي. هم حاسين انه ما يعملوش جميله سعادتك، هم حاسين ده واجب واقل واجب بيعملوه.